رابطة الأندية تفرض عقوبات مالية ضخمة على الأهلي عقب انسحابه من مباراة القمة. وإليكم التفاصيل. أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبة مالية مشددة على النادي الأهلي، وذلك على خلفية انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك. وتضمنت العقوبة إلزام الأهلي بسداد نحو 220 مليون جنيه لصالح قناة أون سبورت، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه للشركة المتحدة، استجابة لمطالب الجهات المالكة لحقوق البث. كما سيتحمل النادي تكلفة جميع اللافتات الإعلانية داخل الملعب، ليصل إجمالي الغرامات المفروضة إلى قرابة نصف مليار جنيه، وهو مبلغ يعد من بين الأعلى في تاريخ الكرة المصرية. وفي سياق متصل، عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا قرر خلاله التقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، متهما إياهما بعدم الالتزام بتعيين حكام أجانب لمبارياته، وهو ما كان أحد مطالب النادي. ومن المتوقع أن تصدر الجهات المختصة قرارها النهائي بشأن المباراة، حيث تبقى الخيارات المطروحة إما باحتساب النتيجة لصالح الأهلي أو اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.